في إطار مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى محاربة الجرائم بشتى أنواعها، خاصة ما تعلق منها بالممارسات التجارية غير المشروعة، حماية المستهلك وحفاظا على الصحة العمومية، بناء على معلومات مؤكدة تحصلت عليها عناصرنا بالفرقة الاقتصادية والمالية المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة، مفادها وجود مستودع بمدينة سلغزلان مخصص لتخزين مختلف المواد التي تدخل في تغذية الإنسان بطريقة غير مشروعة، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة ومصالح مديرية الفلاحة لولاية البويرة. بحر الأسبوع المنصرم قامت عناصرنا بمداهمة ذات المستودع. بعد تفتيش غرف التبريد الخاصة به تم ضبط وحجز 53.6 قنطار من اللحوم الفاسدة متمثلة في أطراف، رؤوس وأحشاء الأبقار والأغنام. بعد معاينتها من الطبيب البيطري تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي بموضوع الغش في البيع والتدليس في مواد صالحة لتغذية الإنسان يعلم أنها فاسدة، لحوم متأتية من ذبح ممنوع، ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري. ضد المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة. في قضية عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش، تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية الاختطاف، الاحتجاز، التعذيب، متبوع بسرقة سيارة عن طريق الاستدراج باستحضار مركبات مع توافر ظرفي التعدد والليل، الضرب والجرح العمدي، محاولة القتل مع سبق الأسرار والترصد مع التستر والتصريح الكاذب. هذه القضية التي راح ضحيتها الشاب يبلغ من العمر 34 سنة، تمكن من خلالها عناصر الفرقة تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا من توقيف 6 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 44 سنة، من بينهم 2 من جنس أنثى. العملية أسفرت عن ضبط وحجز 5 سيارات استعملت في الجريمة مع استرجاع مركبة سياحية كانت محل بحث. بعد استيفاء جميع الإجراءات القضائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة قضائيا.